واحد من دروس الحياة التي تعلمتها مؤخرا يا أصدقاء هو أنه كلما كانت علاقتك إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، كلما كانت النجاحات التي تحققها أسرع، كلما حمدت الله أكثر يزيدك. أنا مثلا عندما ابتعدت كثيرا عن المعاصي، عن الأمور السيئة التي كنت أقوم بها في آخر فترة، لأنني أنا هذه الثلاث أربع شهور الأخيرة لست كما كنت قبلها في حياتي كاملة. هذه الفترة لاحظت أن أموري تتحسن من كافة النواحي، النفسية جيدة، العمل جيد رغم بعض المشاكل مرات هنا وهناك، اليوتيوب الأمور كما ترون صارت جيدة جدا. يعني قووا إيمانكم يا أصدقاء. قد يكون ذلك الفشل الذي أنت تعانيه الآن سببه أنك لا تحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي لديك، لأنه أنت لديك نعم كثيرة لكنك لا تنظر لها، تبقى تنظر فقط لما يمتلكه الآخرون. هذا هو السبب الكبير في الفشل، مقارنة نفسك بالآخرين. عليك أن تعرف كلنا أرانب في هذه الحياة، لكن لكل أرنب سرعته الخاصة. امشي بسرعتك الخاصة ولا تعتمد سرعة باقي الأرانب. ماذا شبهت البشر بالأرانب؟ الأرانب مخلوقات كيوت، نحن ديشيون.